اهلا بيكم حبايبي في قناتي قناة اصل الطبخ مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة جميلة جدا. هنعمل وجبة اقتصادية بسيطة وسهلة وهتعجب ولادك. هنعمل البطاطس بطريقة جميلة شبه برجر الفراخ او برجر اللحمة، وان شاء الله الفيديو هيعجبك جدا. مقاديرنا عبارة عن كيلو بطاطس مسلوقة زي ما انت شايفة كده، انا سلقاها بالقشر بتاعها عشان ما تشربش معايا مية كتير، وبعد كده قشرتها. وجبت بصلة مفرومة وحطيت فيها فلفل وفرمتها، ومعايا كمية بسيطة من البقدونس، وعندي معلقتين نشا ومعلقتين دقيق معايا علشان الربط، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا بيضة، ومعلقتين كبار من الفيجيتار الحار او البارد. والبهارات بتاعتنا بقى معانا بهارات لحمة، ومعانا شطة وفلفل اسود وملح وثوم وكزبرة وحبة كمون. هاخد البطاطس دي ههرسها، وبعد كده هحط التوابل بتاعتي كلها وهقلبها كويس قوي. وبعد كده هحط لها حبة من اللبن، حوالي نص كوباية، يعني دي الإضافة دي كويسة جدا عشان نخلي الوجبة بتاعتنا تكون كاملة. وبعد كده هحط البصلة المفرومة اللي فيها الفلفل والبقدونس معاها، وبعد كده هحط معلقتين الدقيق ومعلقتين النشا والمعلقة الصغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين الكبار من الفيجيتار، ومعايا بيضة. المكونات دي كلها هعجنها كويس قوي في البطاطس لحد كلها ما تتماسك مع بعضها زي ما انتي شايفة كده، تكون معايا كده زي العجينة، اعرف ان انا اشكلها. لو وصلتي معايا لهنا في الفيديو وعجبك الفيديو بتاعي، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. عشان ابتدي بقى اشكل الاشكال اللي انا عايزاها، جبت كيس وفتحته وحطيت فيه زيت، وبعد كده جبت حبة من البطاطس واتكيت كده عليها، ضغطت عليها، وبأي شكل عندي بقى اقدر ان انا اعمله علشان ابسط الولاد بيها، زي اللي احنا بنشتريها من بره، سواء البرجر الفراخ او اللحمة. بتشكلي الاشكال اللي انت عايزاها، سواء مدورة او شكل نجمة او شكل مربع، شكل مثلث، يعني الشكل اللي يريحك. وتقدري كمان ولادك تساعدك في الموضوع ده، لان هم هيتبسطوا جدا وهم بيعملوا الاشكال اللي هم عايزينها. بعد ما بشكل بقى الاشكال كلها بحطها في الفريزر تجمد عشان اعرف ان انا اشتغل فيها. بعد ما بتجمد معايا زي ما انتي شايفة كده، بطلعها وبكون بقى محضرة معايا بيضة ومعاها حبة من اللبن وفلفل اسود وملح، وبحطها على جنب، وحبة من الدقيق برضو ببهرهم واحط لهم ملح وفلفل اسود. والاصفر ده اللي هو الكورن فليكس انا جبته وطحنته شوية في الكبة عشان مش عايزاه ينعم قوي، عايزاه برضو يبقى خشن معايا. هاخد البطاطس اللي احنا شكلناها، هحطها في الدقيق، وبعد كده احطها في البيض، وبعد كده برجع مرة تانية احطها في الدقيق واحطها بعد كده في البيض، واخر حاجة الكورن فليكس. ليه؟ عشان انا عايزة اعمل لها طبقة غلاف حلوة. انت تقدري تحطي من الدقيق للبيض، وبعد كده تحطيها في الكورن فليكس اللي احنا عاملينه، او تعملي طبقتين زي ما انا عاملة كده. المهم ان انتي لما بتخلصي الكمية بتاعتك لازم تحطيها في الفريزر تجمد شوية، علشان الغلاف اللي احنا عاملينه ده ما يفكش معاكي في القلي. تمام. بعد ما بنخلص الكمية بتاعتنا ونحطها في الفريزر تتلج، بنكون محضرين الزيت اللي احنا هنقلي فيه، بيكون زيت سخن، وابتدي ان انا انزل واحدة واحدة معايا في الزيت الغزير ده، علشان الغلاف اللي انا عاملاه ما يتفكش معايا. وما تقلبيهاش، هتستني عليها شوية لغاية ما تحسي ان الحواف بتاعتها احمرت، تقدري ان انتي تقلبيها علشان ما تفكش معاكي. هي مش بتاخد معايا وقت على النار، انا بس بحب ان الغلاف من بره هو اللي هيكون متحمر معايا زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده بكون محضرة المناديل وبطلعها على المناديل بتاعة المطبخ. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى انه يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.